لماذا أخرجت محرز مبكرا في المباراة؟ في الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش عقب انتهاء لقاء الجزائر وبوركينا فاسو، وجه أحد الحضور سؤالا لفلاديمير بيتكوفيتش: لماذا أخرجت رياض محرز في الدقيقة 60 من عمر المباراة؟ رد فلاديمير بيتكوفيتش وقال: محرز واحدا من أعمدة المنتخب، فهو يمتلك خبرات كبيرة وتواجده مع المنتخب إضافة كبيرة بكل تأكيد، لكني قررت إخراجه مبكرا بعد أن رأيت الالتحامات والتدخلات العنيفة من جانب لاعبي المنتخب البركيناوي، فخشيت عليه من الإصابة، لأننا في حاجة إلى خبرات رياض في المباريات القادمة، خاصة وأن المباريات القادمة ستكون صعبة بعض الشيء. يعني يا جماعة المدرب يقول أنه أخرج رياض محرز مبكرا في المباراة لأنه خاف عليه من الإصابة، لأن لاعبي بوركينا فاسو كانوا متهورين جدا والتحاماتهم عنيفة مع لاعبي المنتخب الجزائري. رياض مفيش شك أنه خارج من أرض الملعب حزين، أي لاعب يتمنى لعب 90 دقيقة كاملة، ولكن المدرب اكتفى بهدف رياض محرز في المباراة اللي هو هدف الفوز، وأخرجه خوفا عليه من الإصابة، لأن المنتخب الجزائري يحتاج إلى رياض محرز في المباريات القادمة. في رأيكم من كان الأفضل في المنتخب الجزائري في المباراة أمام بوركينا فاسو؟